السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. اليوم حان الوقت لإجابة التقييم الأسبوعي للأسبوع الثالث، ومعنا 3 تقييمات كما اعتدنا. نبدأ مباشرة بإجابة التقييم الأول، والتقييم الأول جاي معانا أبيات لابن زيدون. بيقول فيها ابن زيدون بيقول إيه؟ هل تذكرون غريبا عاده شجن، من ذكركم وجف أجفانه الوسن، يخفي لواعجه والشوق يفضحه، فقد تساوى لديه السر والعلن. يا ويلتاه أيبقى في جوانحه فؤاده وهو بالأطلال مرتهن. على طول بسرعة على طول نبدأ بالسؤال. بيقول لك إيه؟ بيقول ما الغرض الذي تناوله الشاعر في الأبيات؟ طبعا الغرض هنا هل تذكرون غريبا، طبعا ده كلام مفهوم على طول نقول عليه غزل ايه؟ غزل عفيف. يبقى ما الغرض؟ نقول هنا ما الغرض الذي تناوله الشاعر في الأبيات؟ هنقول على طول الإجابة غزل عفيف. السؤال الثاني بسرعة بيقول لك استخرج من الأبيات محسنا بديعيا معنويا واذكر نوعه وحدد ايه غرضه. استخرج من الأبيات، يبقى هنقول هنا استخرج من الأبيات، نيجي جايين هنا نقول ايه؟ يخفي لواعجه والشوق يفضحه، فقد تساوى لديه السر والعلن. يبقى هنا عند كلمة السر والعلن، السر والعلن هنا نقول عليها ايه يا أستاذ؟ نقول عليها طباق. غرضه انطباق، طبعا هنا هو طباق. طب الغرض منه ايه؟ قال لك الغرض يبرز المعنى ويوضحه زي كما اعتدنا. يبقى الطباق سر جمال الطباق انه يبرز المعنى ايه؟ ويوضحه. يبقى الاجابه هي بين السر والعلن. دي طباق، احنا كنا بناخدها قبل كده انه اسمه تضاد. طباق غرضه يبرز المعنى ويوضحه. طيب السؤال الثالث بيقول لك وضح الصورة البيانية في قوله عاده شجن وبين سر جماله. فين عاده شجن؟ في الشطرة الأولى هل تذكرون غريبا عاده شجن. يبقى نقول هنا إيه؟ يبقى الإجابة نقول هنا الصورة البيانية هي استعارة مكنية. استعارة مكنية أو استعارة بالكناية. وطبعا معروف هنا عاده شجن، هنا صور الشجن كأنه شخص يعود. طبعا هنا نقول عليها ايه؟ يبقى استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. سر جمالها التشخيص. يبقى هنا عاده شجن، عاده شجن، يبقى نقول عليها ايه؟ استعارة مكنية وسر جمالها التشخيص. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ يتحد المصريون من اجل نهضة وطنهم. عبر بالجملة السابقة باسلوب تعجب. يبقى الإجابة هنقول على طول هنقول عليها إيه؟ ما أجمل اتحاد المصريين من أجل نهضة وطنهم. ما أجمل اتحاد المصريين من أجل نهضة وطنهم. وممكن نقولها بصيغة تاني، ما أجمل أن يتحد المصريون. ما أجمل أن، ممكن نقولها بصيغة تاني، ما أجمل أن يتحد المصريون من أجل نهضة وطنهم. يبقى نقول هنا اهو، يبقى يتحد المصريون من اجل نهضه الوطن. نقول ما اجمل اتحاد المصريين من اجل نهضه الوطن او وطنهم، او ما اجمل ان يتحد المصريون من اجل نهضه وطنهم. السؤال الخامس بيقول هنا ايه؟ بيقول ابسط البيت التالي فيما لا يزيد عن 3 أسطر. بيقول هنا بيقول لك يعني بيقول لك اشرح، يعني زي تعبير كده. بيقول لك هنا واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. واعلم بأن دعاءه لا يحجب. طبعا هنا بيقول الشاعر بيقول هنا ايه؟ إياك والظلم، أو يحذر الشاعر من الظلم حتى لا يكون سببا في دعاء المظلوم واللجوء إلى ربه، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وينبه الشاعر ويقول إياكم ودعوة المظلوم. يبقى هنا تاني، يبقى أنا اهي اللي عاوز يصور الإجابة.
نخفض لقطة الشاشة. طبعا التقييم الثاني للأسبوع الثالث مباشرة نفس الأبيات بتاع ابن زيدون، هم الثلاث تقييمات متمثلين في الثلاث أبيات الخاصين بابن زيدون برضو. هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجفى أجفانه الوسن يخفي لواعجه والشوق يفضحه فقد تساوى لديه السر والعلن يا ويلتاه أيبقى في جوانحه فؤاده وبالأطلال مرتهن. بيقول هنا ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ ايه هي العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات دي؟ خلاص سهلة جدا نقول عليها ايه؟ العاطفة المسيطرة على الشاعر هي الشوق والحنين للأحباب. الشوق والحنين للأحباب. يبقى هنا أول حاجة العاطفة هو الشوق والحنين للأحباب. طيب بيقول البيت الثاني، بيقول استخرج من الأبيات محسنا بديعيا لفظيا. خلي بالك هو طالب محسن لفظي. استخرج من الأبيات محسنا بديعيا واذكر نوعه وحدد غرضه. طبعا هنا نقول الأبيات يقول لك إيه؟ نقول في البيت الأول هل تذكرون غريبا عاده شجن ومن ذكركم وجفى أجفانه الوسن. يبقى المحسن بدأ بين كلمة شجن والوسن، شجن ووسن. يبقى هنا شجن ووسن نقول عليها ايه؟ محسن بديعي. نوعه ايه؟ ده تصريع. تصريع. طب ايه يا استاذ؟ طب غرضه قال لك يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. يبقى شجن ووسن تصريع، وغرضه يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك رقم 3 وضح الصورة البيانية في قوله جفى أجفانه الوسن. جفى في البيت الأول برضو بيقول لك عاوزين الصورة البيانية. يبقى نقول هنا إيه يا أستاذ؟ الصورة البيانية طبعا استعارة مكنية. هنا صور الوسن كأنه شخص، يبقى هنا استعارة مكنية. وطب سر جمالها ايه يا استاذ او قيمتها؟ قال لك يا استاذ التشخيص. سر جمالها التشخيص. يبقى هنا استعارة مكنية وسر جمالها الايه؟ التشخيص. السؤال اللي بعديه على طول سؤال 4 يتعاون. يقول هنا يتعاون أبناؤنا على البر والتقوى. عبر عن الجملة السابقة بأسلوب تعجب قياسي بطريقة المصدر الصريح. يبقى هنقول هنا ايه؟ الإجابة سهلة جدا. يقول لك هنا ما أجمل تعاون أبنائنا على البر والتقوى. ما أجمل تعاون أبنائنا على البر والتقوى. سهلة جدا. السؤال الخامس بسرعة بنقول لك ابسط البيت التالي في حدود سلام. بيقول لك اشرح يعني تعبير يعني. بيقول لك ايه؟ واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب. طب هنا طبعا نقول نيجي على طول نكتب نقول لك ينصح الشاعر الإنسان بأن يحفظ لسانه من الخطأ وأن ينتقي ويختار الكلمات التي ينطق بها قبل النطق بها، لأن الكلمة ترفع من قيمة صاحبها وتقلل أن ترفع من قيمته أو تقلل من قيمته بين الناس. واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب. الإجابة اهي كاتبها عندك برضو. صور اللي عاوز يصور. طبعا النموذج الثالث أو نموذج ج من الأسبوع الثالث نفس الأبيات الخاصة بابن زيدون. هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجفى أجفانه الوثن. طبعا السؤال الأول بسرعة بيقول لك ماذا يقصد الشاعر بقوله يعفي لواعجه والشوق يفضحه في البيت الثاني؟ طبعا يقصد ايه؟ بيقول لك ان الشاعر يقصد هنا انه بصعوبة اخفاء مشاعر الحب عند الشاعر. بيقول لك انه صعوبة اخفاء مشاعر الحب عند الشاعر. ليه؟ لانها تبدو عليه وتظهر. يبقى سهلة جدا. يبقى ماذا يقصد الشاعر في البيت الاول في يخفي لواعجه؟ قال لك هنا في البيت الثاني عفوا يعفي. يبقى هنا صعوبة إخفاء مشاعر الحب عند الشاعر. السؤال الثاني بسرعة بيقول لك استخرج من الأبيات أسلوبا إنشائيا. طيب بيقول لك هنا في الشطرة الأولى في البيت الأول عندك هل تذكرون غريبا عاده شجن. يبقى ده أسلوب إيه؟ أسلوب إنشائي طلبي استفهام غرضه التمني. هل تذكرون؟ أسلوب استفهام.
تذكرون غريبا، يبقى ده أسلوب وده طلبي، يبقى أسلوب استفهام طلبي غرضه التمني، يبقى ده إنشائي طلبي استفهام غرضه التمني. السؤال الثالث استخرج من السؤال الثالث ما الصورة البيانية في قوله الشوق يفضحه في الشطرة الأولى من البيت الثاني، يقفل هو الشوق إيه يفضح. فين الصورة البيانية هنا؟ قال لك هنا استعارة مكنية. استعارة مكنية ليه؟ لأنه صور الشوق كأنه إنسان، يبقى هنا في تشخيص، يبقى استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. يبقى الصورة البيانية في الشطر الشوق يفضحه في الشطرة الأولى من البيت الثاني دي استعارة مكنية أو استعارة بالكناية سر جمالها التشخيص. ليه؟ لأنها صورتها كأنها شخص. طيب السؤال الرابع بسرعة يقول لك يتفوق ذوو الهمم العالية في الوصول إلى أهدافهم. عبر عن الجملة السابقة بأسلوب تعجب قياسي. سهلة جدا. هنقول إيه؟ ما أجمل أن يتفوق ذو الهمم العالية. ما أجمل أن يتفوق ذو الهمم العالية في الوصول إلى أهدافهم. سهلة جدا جدا جدا. ما أجمل أن يتفوق. طب السؤال الخامس والأخير بيقول لك ابسط البيت الثاني في حدود 3 أسطر، يعني برضو تعبير. بيقول لك أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسبه. يعني هنا بيقول لك هنا الشاعر طبعا بينصح الإنسان أو ينزع البشر بأداء الأمانة لأصحابها والابتعاد عن الخيانة، وبرضه برضه بينصح بالعدل بين الناس في المعاملات وعدم الظلم، وينصح بالتمسك بالأخلاق الفاضلة التي تجعل مكسبه طيبا حلالا. يعني كاتبها عندك اهو، خد لقطة الشاشة.